السوليد ووركس منصة متكاملة للتصنيع والتصميم والهندسة. من خلالها بنقدر نصمم البارت أو الماكينة ونختبر مدى صلاحيته لأداء مهمته أو وظيفته، بالإضافة لتصنيعه. الجزء المسؤول عن التصنيع في السوليد ووركس هو السوليد ووركس كام انفيرومنت. من خلالها بنقدر ننتج كود متوائم مع ماكينة السي ان سي الخاصة بينا بحيث نتمكن من تصنيع المنتج أو البارت. السوليد ووركس كام بروفيشنال فيرجن بيدعم التعامل مع ماكينات 2.5 و3 محاور و4 محاور و5 محاور بالنسبة لعمليات الميلينج، وكذلك عمليات الخراطة، بالإضافة لأن أنت ممكن تعمل مع سنجل بارت أو مع assembly environment. هنتكلم في الكورس ده عن أهم المفاهيم اللي لها علاقة بمجال السي ان سي والجي كود، بالإضافة لعمليات التفريز الاتنين ونص محور والتلات محاور الموجودة في برنامج سوليدوركس كام، بالإضافة إزاي تتعامل مع البارت بتاعك في بيئة الأسمبلي. الكورس بتاعنا مبني على أمثلة عملية بحيث نسهل عملية فهم ووصول المعلومة، وفي خلال رحلتنا في الكورس هنتعرف مع بعض على أهم المشاكل اللي ممكن تقابلك أثناء عملية البرمجة ومنهجية التفكير في حل المشاكل دي، بحيث تنتج جي كود بشكل سليم تستطيع إرساله للماكينة. تعالى مع بعض ناخد لمحة سريعة عن محتوى الكورس بتاعنا. محتوى الكورس بتاعنا بيتكون من 3 أجزاء، 8 شباتر هي المادة العلمية للكورس، بالإضافة لملفات التمارين اللي هنشتغل عليها وبعض المراجع اللي هنحتاجها في رحلتنا في الكورس. شابتر واحد معانا في المحتوى هنتكلم فيه عن السي ان سي تكنولوجي، أهم المفاهيم اللي تهمنا، ونعرف بعض المفاهيم الخاصة بالسوليدوركس كام ولمحة سريعة عن السوفت وير، بالإضافة لمحاور السي ان سي وتعريف المحاور وأنواع المحاور المختلفة اللي موجودة عندنا. بعد كده هننتقل للكلام على أهم جي كودز بتقابلنا بحيث نفهم الجي كود اللي هيطلع معانا بعد عملية الماشينينج، وإزاي نكتب كود بسيط يدويا تمهيدا لإنتاج جي كود كامل باستخدام السوفت وير. وبعد كده هنتعلم إزاي نعمل محاكاة للجي كود اللي كتبناه بحيث نتأكد إن المفاهيم اللي مشينا عليها أو الكود اللي عملناه صحيح. شابتر 2 هنتكلم فيه عن الخطوات الرئيسية لعملية البرمجة باستخدام السوليدوركس كام، ازاي نعمل سيت اب، ازاي نعمل ديفاين للستوك ماتيريال اللي هتيجي عندنا من المخزن، طرق التعرف على الفيتشرز المختلفة اللي موجودة عندنا في البرنامج سواء كان اوتوماتيك او يدويا، وازاي نقدر نعمل جنريت للاوبريشنز اللي هتتم عندنا باستخدام السي ان سي ميلينج. وبعد كده هنتعلم ازاي نعمل جنريت للتول باس او مسار عدة القطع، وازاي نعمل محاكاة ليه باستخدام السوليدوركس كام. وفي النهاية خالص هنعرف ازاي نطلع جي كود متوافق مع ماكينة السي ان سي الخاصة بينا، وازاي نعمل له سيميوليشن بالان سي كود الموجود في السوليد وركس عندنا. بعد كده الشابتر اللي معانا هنتعرف فيه على الطرق المختلفة لتعريف الستوك ماتيريال، وازاي لما يكون عندي فيكستشر اقدر اتجنبه اثناء عملية الماشينينج، زي مثلا يكون عندك منجلة او بعض التثبيتات ازاي تقدر تحددها وتتجنبها في التول باس. شابتر 4 عبارة عن 9 مشاريع كاملة هنتعرف فيهم على مجموعة من أهم الفيتشرز في ال 2.5 axis feature زي البوكيتس والكيرفز والهولز والبروفايلز والاوبن بوكيت والكلوز بوكيت، والفيتشرز المختلفة اللي موجودة في ال 2.5 axis feature زي الفيلت زي الشيمفر زي مجموعة من المنحنيات اللي بنقدر نولدها باستخدام التول المناسبة في ال 2.5 axis milling. من الأمور المهمة اللي هنتعلمها في الشابتر ده هو خواص كل عملية، سواء كانت عملية رافنج أو كانت عملية فينيشنج. هقدر أحدد أنسب إعدادات لكل عملية بحيث أوفر وقت أثناء عملية الماشينينج وبالتالي أوفر تكلفة، بالإضافة إن إحنا نتعلم إزاي نوحد أدوات القطع بحيث نخلي تغيير التول أقل ما يمكن. ده هينعكس معاك على وقت البرنامج اللي هيتم التنفيذ فيه. بالإضافة هنتعلم إزاي نخرج سيت اب شيت نوضح فيه كل تفاصيل العمليات، وإزاي نحدد أنسب استراتيجية ماشينينج لإنتاج الفيتشر الموجود معانا في التصميم أو البارت. بعد كده هنتعرف على مجموعة من الديفرنت اوبريشنز اللي موجودة عندي، وايه هي التيبس اند تريكس اللي لابد ناخدها في الاعتبار واحنا شغالين في سوليدوركس سكام، بالإضافة لمجموعة من أهم المشاكل اللي بتقابلك وازاي تقدر تحددها وتتغلب عليها أثناء عملية الماشينينج. كل الكلام ده هيتم من خلال 9 مشاريع متكاملة هناخدهم ستيب باي ستيب نطبق عليهم الأوامر اللي اتعلمناها في السوليدوركس سكام. بعد كده هنتعلم ازاي نتعامل مع الباترنز في السوليدوركس سكام. لو انت عندك فيتشر متكرر بصورة معينة ازاي تقدر تعمل له باترن في السوليد ورك سكان بحيث توفر مجهود اثناء عمليه الماشيننج.
في شابتر 6 هنتعلم ازاي نعمل ميلينج للثريد. لو انت عندك الوظ ازاي تعمله على ماكينة الميلينج او على ماكينة الفريزة، وكذلك ازاي تقدر تعمل ميلينج للتكست لو انت عندك مجموعة من الكلمات، ازاي تقدر تعمل لها عملية ميلينج باستخدام السي ان سي. شابتر 7 هنبدأ نتعرف على 3 اكسس فيتشرز زي الاريا كليرنس والزد ليفل والاريا فلات كليرنس. شابتر 8 هنتعلم ازاي نقدر نتعامل مع الاسمبلز. اذا الكورس بتاعنا مش هنشرح فيه سوفت وير بس، لا احنا هنشرح سوفت وير بالاضافة الى اهم المعلومات الهندسية اللي هنحتاجها لفهم السوفت وير ده بيشتغل ازاي وايه هي العمليات اللي هتتم عليه.